في خبر عاجل الآن، مقتل محمد صادق المخلافي قاتل الأستاذة افتهان المشاري في تعز. أعلنت السلطات الأمنية في محافظة تعز في اليمن صباح اليوم عن مقتل محمد صادق المخلافي المتهم الرئيسي في اغتيال الأستاذة افتهان المشاري مدير الصندوق مكتب النظافة والتحسين بالمحافظة. وبحسب بيان شرطة تعز فقد تمت العملية الأمنية في منطقة تبة الوكيل بحي الرودة وسط المدينة بعد ورود معلومات عن تواجد المتهم هناك، وعلى الفور تحركت قوى أمنية خاصة لتنفيذ مهمة القبض عليه. لكن المخلافي أبدى مقاومة مسلحة شرسة ضد القوى مما دفعها على الرد بإطلاق النار، وأدى ذلك إلى مقتله على الفور. الخبر أثار جدلا واسعا في الشارع اليمني، حيث شكك بعض النشطاء والجهات في الرواية الرسمية، معتبرين إن ما جرى هو عملية تصفية متعمدة لمنع كشف خيوط قد ترتبط بجهات أخرى متورطة في الجريمة. مع انتشار خبر مقتله لا تزال الأسئلة مطروحة حول سبب تصفيته وعدم إلقاء القبض عليه حيا، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف كامل ملابسات اغتيال الأستاذة افتهان المشاري أم لا. ولحد هنا الفيديو خلص، إلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.